في 2006 أفغانستان ولاية زابل أتوبيس في الطريق الصحراوي والركاب من الجنسية الكورية وهم بيشتغلوا مبشرين، وفي السكة في مجموعة مسلحة ضربت نار على الأتوبيس وخلصوا على السواق. وواحد من المبشرين قال للمسلح احنا سياح، المسلح قال له أفغانستان ما فيهاش سياحة، وخدوهم رهاين. كوريا الجنوبية وزارة الخارجية، المدير كيم عرف انه في مواطنين كوريين ضاعوا في افغانستان ومحدش يعرف سكتهم، ومع انه كوريا منعت سفر المواطنين الا انهم سافروا بطريقة غير شرعية. وبعدها سمعوا الخبر في التلفزيون انه في مجموعة مسلحة خطفتهم وانهم بيطلبوا 23 سجين قصاد ال 23 كوري اللي عندهم. والمدير كيم قال لهم نبهوا وسائل الاعلام يقولوا دول متطوعين ومحدش يقول مبشرين عشان ما يتقتلوش. كراتشي باكستان، موظف من السفارة بيخرج من السجن عميل في الاستخبارات الكورية بعد المشاكل اللي عملها هناك، والغلط مش منه، من زمايله. المهم الموظف قال له في مواطنين اتخطفوا لازم تساعدنا. في البداية رفض، بعدها لما عرف انهم كتير غير رأيه. الحكومة الكورية بعتت وفد مكون من نائب الوزير والمدير كيم، ولما وصلوا العاصمة كابول قابلهم العميل بارك، ولما حاول يكلم المدير كيم ما ردش عليه واتجاهله لانه من وجهة نظره انه ده عميل سيء بعد ما فشل في انقاذ رهينة كانت مهمته انه ينقذ حياتها. الوفد الكوري قاعد مع مسؤول من الحكومة الأفغانية واتفقوا ان الحكومة تخرج 23 مسجون من مساجين المجموعة المسلحة عشان يبادلوهم مع المخطوفين الكوريين، والحكومة الكورية هتعمل لهم شوية خدمات طبية وهتعمل لهم شبكة طرق. بارك كلم المدير وقال له انتوا اتفقتوا على ايه؟ كم قال له انت بتكلمني بصفتك ايه؟ روح كلم مديرك وهو يكلمني. بارك قال له انت ما تعرفش حاجة عن البلد دي، انت مصدق انهم هيتبادلوا الاسرى؟ ده في خيالك، الحكومة الافغانية مش ممكن تخرج مسجون واحد. بارك كل الكلام اللي قاله صح بعد ما شافوا المسؤول على التلفزيون وندهوا على المترجم اللي قال لهم المسؤول بيقول انه الحكومة لن تطلق سراح مساجين المجموعة المسلحة. وهنا كلهم اتخضوا مش عارفين يعملوا ايه. كيم ونايب الوزير رايحين عند المسؤول، وفي السكة كان في زحمة ومش فاضل كتير عشان يوصلوا، ونزلوا يكملوا ماشي. وكيم وقف لما شاف عربية قفلت السكة، نزل منها واحد وفرقع نفسه، وللأسف عدد الضحايا كان كتير. كيم لما استوعب الصدمة اطمن على اللي معاه واطمن على نايب الوزير وكمل المشوار ماشي، وراح عند المسؤول وقال له احنا مش اتفقنا انكم تخرجوا المساجين؟ المسؤول قال له انا اسف المسألة معقدة جدا، وقال له افهم المجموعة المسلحة عايزة فلوس منكم. بارك راح يدور على واحد اسمه قاسم، ولما شافه قاعد بيلعب قاسم عمل فيها مش بيفهم كوري. بارك قال له بطل هبل، انت كوري واسمك لي يونغ، تعال معايا. كيم سأل المدير انتوا هتتفاهموا مع المجموعة المسلحة؟ قال له لا، كوريا مستحيل تتفاهم مع المجرمين، وانا كلمت المخابرات اللي عندهم خطة انهم يخلوا الراجل بتاعهم ومعاه المنسق قاسم الكوري يقابل زعيم اهم قبيلة في البلد، والراجل ده محدش يقدر يكسر كلمته، حتى المجموعة المسلحة ما تقدرش عليه وبتسمع كلامه. بارك وقاسم راحوا يقابلوا الزعيم، ولما وصلوا زعيم القبيلة رحب بيهم وبارك جاب له موبايل جديد. بعدها وصل كيم، وبارك مش طايق كيم اللي حشر نفسه معاهم. المهم زعيم القبيلة رحب بيهم، وفي الليل سهروا، وبارك عشان يكسب ثقتهم لازم يحترم عاداتهم وتقاليدهم وقعد ينط فوق النار زيهم. بعدها طلبوا من زعيم القبيلة انه يساعدهم في القضية دي، وقال لهم احنا هنساعدكم، لانهم عايزين يوضحوا للناس انه الاسلام بيصون الكرامة وبيحترم الضيف. كيم فرح قوي لما عرف انه زعيم القبيلة هيخرج الرهاين، وقال لبارك انت لما ترجع كوريا انا هعزمك وهنحتفل بالانجاز العظيم ده. بارك قال له انا مش راجع، انا حبيت الارض دي وهفضل هنا. في كوريا وزارة الخارجية شافوا ان التلفزيون الكوري بيتكلم عن الرهاين وبيقولوا الحقيقة انهم مبشرين مش متطوعين، ولما حاولوا يكلموهم المنتجة رفضت انها تقطع البرنامج. قال ايه الافغان مش بيفهموا كوري؟ دي شكلها ما تعرفش انه في مترجمين. كيم وقاسم عايزين يروحوا، وهنا جاء زعيم القبيلة وجاب لهم تلفزيون وقال لهم انتوا بتكذبوا علي، انا دول مش متطوعين، دول مبشرين، وسابهم ومشي. الوزير عامل مؤتمر صحفي بيطمن المواطنين، بعدها ساب المؤتمر لما جاله اتصال من كيم وقال له التلفزيون فضحنا، التلفزيون قال الحقيقة والخطة فشلت. بعدها الشرطة المحلية كلمت بارك وقالت له في جثة آسيوية تعال اتعرف عليها، ولما وصلوا الجثة كانت لواحد من الرهائن ال 23.
الموظفين في السفارة شافوا ان المجموعة المسلحة نزلت فيديو لواحدة من الرهائن بتطمن الناس عليهم وبتقول لحكومتها انها تخرجهم. كيم وبارك من التوتر اتخانقوا مع بعض. بارك الحل الوحيد للموضوع ده اننا نتفاوض معاهم بشكل مباشر. كيم قال له في الدبلوماسية مستحيل نتفاوض مع مجموعة مسلحة. بارك قال له انت شكلك مدير فاشل وبتخاف تقابلهم وتتفاوض معاهم. قال له ايه رأيك تبعتني انا؟ قال له ايه عشان تصلح غلطتك القديمة؟ وبارك قعد يفكر باللي حصل ايام زمان. وفي واحد اسمه عبد الله رجل اعمال ووسيط بريطاني بيقنع المدير كيم يديله 2 مليون دولار مقابل انه يتوسط عند المجموعة المسلحة يخرجوا الرهائن. كيم كان متردد وبيقول احنا لازم نكلم السفارة البريطانية ونتأكد من هوية الراجل ده. البريطاني لما شافهم مترددين خرج لهم التليفون وقال لهم انا هخليكم تكلموا واحد من الرهائن. وهم لما كلموها اتأكدوا انها واحدة من اللي اتخطفوا بس ما اتأكدوش من هوية الراجل البريطاني ده. المهم بارك وكيم راحوا مكان العملية وكل حاجة بتمشي على حسب الاتفاق لحد ما السفارة وصلها فاكس من السفارة البريطانية بيقولوا عبد الله مش وسيط بريطاني، عبد الله ده نصاب بريطاني وعبد الله الحقيقي مات. هنا النائب كلم المدير وقعد يزعق وقال له انتبه ده نصاب اوعى تديله الفلوس. النصاب سمعه وخرج المسدس. بارك انتبه على كيم وفهم انه دول نصابين وضرب الحارس اللي مع النصاب. ولما نزلوا بارك خد كيم والنصابين خدوا الفلوس وضربوا نار على الكاوتش عشان محدش يلحقهم. وكيم رجع السفارة بس بارك كان مركب جهاز تعقب في الشنطة وعارف هما فين. بعدها خد موتوسيكل وقعد يلحق فيهم لحد ما قدر يرمي نفسه على العربية وضرب الأول والنصاب حاول يموته بس ما قدرش. وبارك قدر يخلي السواق يعمل حادثة ويلزق في العربية. بارك نزل وخد شنط الفلوس معاه. النائب قال العميل اتأخر قوي ده شكله اتفق معاهم على كل حاجة وخد الفلوس وهرب. بعدها سكت لما شاف انه قدر يرجع الفلوس. وبعد شوية التليفون بيرن. المترجم قال لهم بيسألوكم انتوا ليه ما عملتوش حاجة لحد دلوقتي. بعدها خلوا واحد من الرهاين يتكلم وسمعوا صوته واتأكدوا منه. بعدها سمعوا صوته وهو بيتضرب بالنار والمجموعة قالت لهم المهلة النهائية بكرة الساعة 4. الأزمة بتزيد ومفيش حل. الوزير وصل أفغانستان وكلم المسؤولين هناك. بعدها كيم وبارك شافوا الأخبار وسمعوا عن مناورات عسكرية مع الأمريكاني والكوري. وبكده خطة الوزير انه يقصف المنطقة اللي متخبيين فيها المجموعة المسلحة لو ما قدروش يرجعوا الرهاين. كيم راح عند الوزير وقال له الجيش الامريكاني فشل في المنطقة دي وانت بالقذف ممكن تموت كل الرهاين. الوزير فهم انه الراجل ده هيتعبه. قال له انت شغلك خلص لحد هنا ارجع كوريا. وهو بيلم حاجته كلم واحد من مستشارين الرئيس الكوري وقال له على فكرة التفاوض المباشر. وبعد شوية الرئيس كلمه وكيم قال لرئيس كوريا التفاوض المباشر نسبة نجاحه ضئيلة جدا جدا وانا بوعدك اني هحاول ارجع على قيد الحياة ولكن هو ده الحل الوحيد. الرئيس الكوري وافق على التفاوض المباشر. الوزير كان مقهور انه خطة كيم هي اللي هتمشي وده زعله قوي وقعدوا يراجعوا الخطة. وبارك كان بيجمع معلومات عن الراجل اللي كيم هيفاوضه. بس في مشكلة صغيرة. قاسم الكوري عامل شوية مشاكل وبايت في الحبس. بارك قال له انت هتروح مع كيم وهتترجم له المفاوضات مع المجموعة المسلحة. قاسم قال له لا 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 لا, لا. انا عايز افضل هنا. بارك قال له انت لو فضلت هنا هيقطعوك انا هخرجك. كيم قال لبارك انت بتعاملني باحترام ليه؟ بارك قال له انا خايف ما اشوفكش تاني بهزر معاك. ولما جاء الوقت كيم وقاسم جهزوا نفسهم وراحوا المكان اللي اتفقوا عليه. ولما وصلوا هناك قالوا لهم المفاوض والمترجم هم اللي هيجوا معانا. المجموعة خدتهم ومشيوا لحد ما وصلوا منطقة كلها جبال ودخلوا الكهف. بعدها قابلوا كبير المجموعة وقال لهم انتوا هتعملوا ايه بالنسبة لطلباتنا. كيم كان بيتأخر في الرد وقاسم قال له انجز دول بيزعلوا بسرعة. كيم قال له عايزين نطمن على الرهائن. بعدها لما اطمنوا كيم قال لهم انا بالنيابة عن الحكومة الكورية اناش ضمني انه انت كبير المجموعة وعشان اطمن انا عايزك تفرج عن 2 من الرهاين بعدها نبقى نتفاهم. المجموعة افرجوا عن 2 وبارك اطمن عليهم
بعدها كيم كلم بارك وقال له انا استلمت 2. كيم اطمن وقفل السكة، والكبير قال لهم انا عملت اللي عليا، دلوقتي الدور عليكم. كيم بص عليه وقال له مفيش ولا سجين هيخرج، انت لازم تغير شروطك. بعدها الكبير قال لهم انت جاي تهزر؟ معاكم لحد نص الليل تفرجوا عن كل السجناء او هنموت رهينة كل ساعة. كيم كلم السفارة وقال لهم الكلام ده، والوزير خد القرار بالقصف، وبارك حاول يقنعه انه كيم والرهاين هيموتوا، بس مفيش فايدة. كيم كان عارف انه الحكومة مش هتنفذ طلباتهم. وفي نص الليل التحالف بيقصف المنطقة الجبلية، وكبيرهم والناس اللي معاه بدأوا يخافوا ويتوتروا. وكم قال لهم دول التحالف عايزة تطهر المنطقة دي، والعملية دي لو بدأت أنا وانت والمجموعة والرهاين كلنا هنموت، انت بصراحة مفاوض فاشل. كبيرهم قال له كلمهم في التليفون وخليهم يوقفوا الهجوم. كم قال له ما ينفعش، احنا لازم نتفق الأول. الكبير قال لكيم فكر شوية، أنا عملت كده ليه؟ كم قال له دلوقتي فهمت، كل ده علشان الفلوس. وفي الوقت ده الضرب كان بيزيد. كبيرهم قال 50 مليون. طيب 45. كم قال له هي 20 مفيش غيرها. والضرب لما زاد الكبير وافق على 20، والكوريين يسيبوا البلد خلال شهر. كم كلم بارك وقال له انقذنا الرهائن، كلم الامريكان يوقفوا الضرب، وكم طمن السفارة انه كل حاجة تمام. بارك كان سعيد جدا ورايح يستلم الرهائن ويطمن عليهم. بعدها بيستنى المجموعة ترجع كيم وقاسم. بارك استقبل كيم بالأحضان وبارك له على الإنجاز الكبير اللي عمله، وقال له أنا آسف، أنا قلت عليك مدير فاشل. كيم قال له مش مشكلة، أنت اللي ساعدتني. بعدها واحد من المجموعة قال لهم لازم واحد فيكم يفضل هنا لحد ما تعملوا اللي عليكم. كيم قال أنا اللي هفضل هنا. بارك قال له لا، انت عملت اللي عليك ورجعتهم، انا هفضل هنا ما تقلقش عليا، انا حظي كويس. ودع كيم وقاسم وراح مع المجموعة، والرهاين رجعوا بأمان. ولما رجعوا كوريا النائب بيقول لكيم عملنا كل حاجة وفي الآخر ما خدناش حاجة. كيم قال له مش مشكلة، أهم حاجة أنقذنا 21 رهينة. وبعد كام سنة بارك كلم كيم عشان يطمن عليه، وقال له أنا مش هقولك إلى اللقاء لأني مش عايز أشوف وشك تاني، لأني لو شفتك أكيد في مصيبة جديدة حصلت. وفي الآخر قال له السلام عليكم. السلام عليكم.